اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج، إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير دايما، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما سفرتنا زايده مش ناقصه حد، ودايما لمة حبايبنا موجوده كده ومالين علينا الدنيا. النهارده بقى عايزينها كده. يبقى بدأنا بالعصاير. اول حاجه عملنا استوبيا. بصوا، صلوا على النبي كده. استوبيا دي معلقتين استوبيا، بودرة صوبيا من عند العطار عادي. دي صوبيا اسمها عمان او عمان حاجه كده، وعليهم معلقه كريم شانتيه، وعليهم معلقه لبن بودر سكر حسب الرغبه، وعليهم نص لبن وكوبايه ميه، وضربناهم في الخلاط ضرب مبرحه لحد ما بقى لهم اهل كده، وجم سالوا عليه. خلاص بعد كده بقى نبدا بعصير بسم الله الرحمن الرحيم. فراوله باللبن، لبن فراوله بس وسكر، وحطيت عليهم كمان معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودر. ضربتهم برضو في الخلاط لحد ما بلهم صحب، ولو ما بلونش ده اضربوهم ما تسكتوش. حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات، متنسوش اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. ويا رب دايما تكونوا بخير يا رب، وحشني جدا والله يا حبايبي. ولو لسه بتتفرجوا عليا فميرسي جدا ليكم، ويا رب يبقى فيديو لذيذ كده وخفيف. انا عملت كمان جنب العصاير ديت بسم الله الرحمن الرحيم بس ما صورتوش، او مش مصورتوش، هو ما كانش عندي مساحه فاتمسح لنفسه مع نفسه. خلاص بقى كده صبينا العصير. بس قوامه عامل ازاي؟ اللي عامل في قوامه كده الكريم شانتيه واللبن البودر. بخش بقى معايا ده ربع بلغور. انا عامله كيلو ونص لحمه مفرومه. ده بسم الله الرحمن الرحيم ربع بلغور. عليه بصلايه كبيره مبشوره، وعليه بصل باودر وتوم باودر وملح وفلفل وكمون وبهارات كفته، ومعلقه بابريكا كده صغننه. يبقى نقول تاني، انا عامله كيلو ونص لحمه، فحط عليه ربع بلغور، وحاطه معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر وكمون وفلفل اسود وكيس بهارات كفته، معلقه بابريكا صغيره، وحط عليها بصلايه مبشوره متصفيه كويس جدا من الميه، وسن يعني طرف معلقه توم. هبدأ بقى كده ادعكم كده، معلش عشان البوتاجاز وكده، بس انا كنت بحشي ممبار وبحشي حاجات فالدنيا اتبهدلت عندي. فهبدأ بقى ايه، خلاص دعكت كده البرغل كويس باللحمه بالبصل والتوابل. هنزل بقى عليه كده باللحمه، وهدعكهم دعكا مبرحا لحد ما يبلهم صاحب برضه. يعني كل اللي ليه حاجه يجي يسألني عليها. اهم حاجه ان انا مش هخلي الكفته اللحمه لوحدها والبرغل لوحده، لازم يبقوا هما الاتنين حاجه واحده، مفيش تفرقيهم عن بعض. بياخد ضرب مثلا 7 دقايق او 10 دقايق عقبال ما اللحمه كده تفتل. اول ما تفتل كده تبقى خلاص. بصوا انا بحاول بس اقطع لكم كده منها حته، بصوا كلها فتل ازاي. هي كده بقت خلاص، بقت جاهزه جدا. حطيتها بقى في علبه ورحت حطها في التلاجة. انا كده ده قبل العزومه بيوم بالليل. جبت بقى الشفشه، ومعايا 3 طماطمات كده حلوين، ومعايا كمان 3 بصلات كبار، مش كبار يعني حلوين وسط. حطيت عليهم بقى ملح وفلفل وبهارات فراخ ومعلقه خل كده، وميه البصل اللي طلعت من بتاعه الكفته، بس ماشي الخلاط شويه. وحطيت ايه تاني بس معايا طماطم وبصل، ميه البصل بتاعه الكفته، حطيت ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ، معلقه بهارات فراخ ومعلقه خل. ضربتهم كده. بصوا الكفته اللي هي في العلبه دي قافليها، ضربتهم ضربه مفرحه. جبت الفراخ غسلتها كويس، دول فرختين. هبدا بقى اقطعهم كده اهوت ايه من عند العظم عشان ما تاخدش سوا. بس دي عندي واحده كده سليمه وواحده كده اهو مقطوعه كده مفتوحه، بس الظهر بس المفتوح. هبدا برضو اشرحها كده اهوت عشان التتبيله تدخل جوه اللحم وما تاخدش سوا مني.
انا مش هسويها في البيت بصراحه، انا هبعتها عند الحاتي اللي هو بتاع بيبيع فراخ وكفته يسويهم عنده. هتقولي ليه ايه ما تسويهم عندك في البيت وكده؟ انا عايزاهم مشويين على الفحم، وانا الشوايه بتاعتي بالكهرباء مش فحم، فهنزلهم اتبلهم كل التتبيله دي من بالليل، والصبح هديهم عند الراجل يشوهم لي بس. هبدا بقى بص اتبل بقى حته حته كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه ان انا ادخل التتبيله في كل حته، يعني اشربها كده التتبيله تشرب الفرخه تشرب التتبيله. شايفين؟ افضل بقى كل الحتت المفتوحه دي ادخل فيها كده عشان بقى تبقى فيها ملحها وفيها كل حاجه تبقى كلها متطعمه، واللحم كله متطعم وبايته بقى في التتبيله عشان تشرب وتاخد ملحها وتاخد تطعيمتها من التتبيله كلها. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. يا رب الفيديو يعجبكم، ولايكات بقى وكومنتات وظبطوني. بصوا انا غرقه تتبيله بصراحه. انا حطيت التتبيله كلها عليها، يعني هي كانت يا دوبك التتبيله على قد بالظبط، ما كانتش كتيره ولا كانت قليله، فسبتها كده بقى. غطيتها الكبد والقوانص حطيتها في كيس ورحت شايلهم في الفريزر بتوع الفرختين. ودول بقى الفراخ والكفته، دي الكفته هناك اهي، هجيب برضو دي غطا واقوم شايلهم. للاسف كنت بعمل برضو تقطيعة الممبار وانا بحشيه، بس للاسف برضو الفيديو مستحملش، لازم امسح حاجات كتير مع التليفون عشان ما عنديش مساحه. مش مهم معلش سامحوني. بصي التقديعه دي جبت صلصه، الصلصه متسبكه انا مفرزاها، القطه متفرزاها، ورز وخضره وبصل، حطيت كله ني في ني، يعني البصل ني والطماطم بس هي اللي متسبكه. دوبك سخنتها بس طلعتها من الفريزر تسخن، فكت ورحت حطهم في الطبق اللي قدامكم ده. حطيت البصل وحطيت عليه ملح وفلفل وبهارات محشي وكمون وشويه شطه صغيرين كده، ودعكت البصل كده كويس قوي بالملح والفلفل، وبعدين نزلت عليه بالطماطم، وبعدين بالخضره قلبتهم كده تقلبتين، ونزلت عليهم معلقه سكر كده صغيره عشان بس الطماطم، وبعدين نزلت عليهم بالرز. فضلت بقى ازود لحد المستوى اللون اللي انا عايزاه بتاع الصلصه. طبعا برضه انا غسلاه كويس، وبعدين رحت قعدت احشي. للاسف والله كنت بصور لكم مدة طويله بس ما لقيتش الفيديو وانا بمنتجه، فحشيته. وبعدين بقى عملت بوبسي كمان. البوبس هو تقريبا اللي اتبقى وانا بربطه كده عشان تشوفوه. طبعا الحله دي ميه شويه طماطم وبصل وحبهان وملح وفلفل، وهسيبهم بقى يتسووا. تاخد بصراحه ساعه الا ربع ساعه كده. لقيت الميه كتير عليها رحت شايله كده حبه منها عشان ما تبهدلش البطاطس. يا ماما نفسها في الوقت اللي هي عايزاه. وده كل ده بالليل، كل دوت قبل العزومه بيوم، يعني دوت مثلا العزومه كانت يوم التلات، فده يوم الاثنين، ده الاثنين بالليل بعد الفطار، بعد ما العيال ناموا. طبعا انا مش عارفه اعمل اي حاجه من العيال، عملت كل ده. خلاص عملت بقى ايه ده، صحينا بقى خلاص الصبح، ده النهارده التلات الصبح. عملت صينيه كنافه قدامكم اهي، مصورتهاش لاني لسه منزلها على الفيديو من يومين صينيه الكنافه. جيت بقى عملت شويه رز بالخضار كده، جبت حله نزلت فيها بماده دهنيه ومعاها بصلايه ومعاها شويه بسله بالجزر كده، ورحت مقلباهم لحد ما اتشوحوا، نزلت عليهم بالرز. الرز البسمتي شوحته كده كويس، وبعدين بقى الميه بتاعت الرز ضعفت، يعني لو كوبايتين رز يبقى 4 ميه، انا عملت 2.5 كوباية رز، فحطيت 5 كوبايات ميه، 5 وشويه كده. نزلت بقى الملح وفلفل وكمون وشويه قرفة كده صغيرين، شوحتهم برضو مع الرز. نزلت بواحدة ماجي تقريبا مش فاكرة بصراحة. بعدين بقى نزلت بالمية، وبعدين مكنتش لاقية بودرة الزعفران فجبتها في الآخر رحت حاطة كمان شوية. بس الرز مبياخدش أصلا كله، واعملي رز زي بعض. أول ما يتشرب انقله على عين صغيرة ووطي عليه ربع ساعة يكون استوى.
خلاص بقى كده اكلنا استوى. تصب بقى العصير. ده العصير بقى بتاعنا، دي الصوبيا، وجوزي كان جايب تمر، وحطيت بقى البلح باللبن والفراولة والهنا والشفا كده. جوزي طبعا نزل شوال الحاجة برا عند الراجل، وجي بصوا واللبح باللبن ما ضربته حلو. وانا عملت طحينة وسلطة من دي انا مش هكتر غير كده، بس التمر كنا شارينه. بصوا عملت بلح وسلطة. حبايبي متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى الرز بعد ما استوى. بصوا انا عملت صينيتين وبعدين كنت هستنى على حلقة فيهم، لان انا ما شاء الله عاملة ده كيلو رز بسمتي. فانا خدت من الصينية الوسط دي شوية وحطيتها في صينية صغيرة عنها. جوزي شواها برا، ده الشوية برا كان جوزي نزل شواها. طبعا كناش عارفين نظبطها في ايه، انا طبعا بدور ان وراجل حاطط وبتاع، بس مش كويس. مش مهم بقى، هي اختي حطيته كده وقالت لي هو كده محطوط كده صح. قلت لها خلاص ماشي حرستيني بقى. الكفتة بقى هو طبعا بتطلعلنا صوابع طويلة قوي. انا رحت مستنية 2 أو 3، حطيت كام واحد طويل كده. هي برضو معاها ممسك تعمل زي اللي انا بعمله بالظبط. ده من بره هتحطي الصوابع في حته والبوبس في حته. البوبس لسه هنقطعه سمبوسك. لا مش هتحطي كده، ياكلوه كده وفي خير. المنبر هي عايزه تصوره حبايبي. اشترك في القناه وتفعيل يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. يا رب يفرجوا. رحمه انت ما حطيتيش رحمه سمبوسه. عندي حطي سمبوسه. هاتي البوبس ده ما عملتش كتير، بس ان الراجل هو اللي شوى الحاجه. ما تعبتش في شويها وسويها بصراحه. هي عايزه بس تدوروا كده وتحطوه لكم. حبيبي متنسوش تشتركوا عندها في القناة، عندها قناة كمان اسمها انت اصلا صنيتك مش بس مش اصلا عايزه تشوفي عليها حاجات الناس شاطره بتاكل شنط حمدانية. بتاكلوا زي كده اصلا. ده ده هناكل ازاي؟ خلاص اسميها صينيه تانية بتاعتها مصدر رزق. خلاص حطي هنا وركين وكفته وشويه رز، وهنا وركين وكفته وشويه رز. خلاص يلا كل ده شيلي الكفته اهي الصوابع دي حطي. شايفين كده بقى بنبدأ بقى نرص. وانا بقى بدأت افك البوبس. في ناس بتفكه قبل ما تقليه. بصي ضحكت عليا بصراحة قليت. انت عامله صينيتين. شو دخل عليا؟ وانا بفك. بصي هي بقى قالت لي على فكرة الصينية دي محدش يعرف ياكل منها، هنقلها في صينية تانية. قلت لها خلاص ماشي. فجبت لها صينية بقى، وهي بدأت بقى تنقل الحاجات اللي في صينيتها على الصينية التانية. قالت لي ان الحاجة ما شاء الله كتيرة على الصينية اللي هي ماسكاها في ايديها، وشكلها مش لذيذ. فهي قالت لي احنا على الناحية التانية وايه صينيتها. خدي ورك من هنا يبقى كل هما ماشي. بس انت خدتي كل الرز اللي بقى حطيتيه. عمال اقطع الممبار قدامكم على شكل الصينيه ما شاء الله. بقى نقلناها كده ولسه بتنقلها. لا كده خلاص نقلناها. ادي 3 ثواني. حاولوا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس. ده كان شكل استفدتنا. اتمنى تعجبكم يا رب. باي باي. فيديو لذيذ يا رب على قلبكم. باي.